السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. كنشكر الناس اللي كيتابعوني دائما، ما ينساوش أنهم يتابونا ويديروا تعليق. ومرحبا بكل واحد زار القناة ديالي. اليوم غادي نتقاسم معكم لي سيجار وبريوات بثلاثة ديال الحشوات، الصراحة ساهلين رائعين لذاذ ومختلفين شيئا ما. بالنسبة للحشوة الأولى اللي غادي تشوفوا كيف ما تشوفوا معايا دابا، غادي تكون فيها الكبده ديال الدجاج مع البصله كراميليزي مع شويه ديال التمر. والحشوه الثانيه غادي يكون فيها صدر تاع الدجاج مع الحوت وشويه الكروفيت ولي شامبينيون. والحشوه الثالثه غادي يكون فيها الفرماج والبيض بواحد المكون صراحه كيجيو كيف ما كتشوفوا معايا. هذه تاعت البيض كتجي رائعه سايحه، هذه ديال الكبده كتجي زوينه وفيها داك الكرون ديال التمر وشويه ديال الكركاع الا كان. اذا غنبداو على بركه الله، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاجوا بصله، جوج بصلات موين مشنفين، شويه الملح شويه الابزار والزيت ونصوتيهم. بالنسبه لهنا الكبده قطعتها طريفات صغار، وطريفات الحامض غنكب عليها الماء باش تحيد منها هذيك الزفوره. في مقله غادي ندير بصل عفوا تومه، الا كان سكينجبير خضر ديروه. غادي تسخن هذيك الثومه وتطلق في هذيك الزويته، غنضيف ليها هذيك الكبده. غتلاحظوا معايا الكبده راه ما خليتهاش بزاف، راها باقا بالدم ديالها. من الاحسن انها ما طيبش بزاف لان كتولي بحال الكواتشو. وبالنسبه حتى دوك الطريفات ديال الثومه راه ملي غادي يطيبوا غادي نحيدهم، ملي طلقوا يحيدهم. درت قبيصه ديال الملح الابزار لا غير وسكنجبير الا ما كانش سكنجبير عرق. صافي كنخليها طيب. بالنسبه للبصله ديالي بعد ما طاحت مزيان ضفت لها واحد المعلقه ديال الخل بالزاميك وخليتها تكراميليزا. هنا الكبده ديالي بعد ما نشفات ضفت لها واحد نص كاس ديال عصير الليمون. هنا راه طاحوا لي دوك العظيمات ما شفتهمش، غنحيدهم كيف ما تشوفوا معايا. صافي وكنخليها تشرب هذاك العصير الليمون. غادي نضيف ليها من بعد عصير الليمون واحد الحفينه ديال الكركاع اللي اختياريه، كيعطي داك لو كروكون صراحه وكيجي زوين وتا كتشرب. هنا البصله ديالي بعد ما تكراميليزات كنضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال العسل وكنخليها تشرب مزيان. والكبده حتى هي بعد ما شربت هذاك عصير الليمون درت ليها واحد الحفينه، غير هكا واحد 3 تمرات مقطعين. صافي واللي عنده شريحه يدير شريحه. صافي وكنخليها تشرب مزيان. بقى كتعرفوا الاشياء ديال الورقه ما كتبغيش هذا ما كتبغيش ديك الحشوه تبقى فيها حس قطره د الماء. اذا هنا البصله ديالي بعد ما ضفت ليها هذيك العسل تكراميليزات مزيان. صافي كنخلط هذاك المزيج كنخلط هذيك الكبيده ديالي مع ديك البصله، الصراحه كتجي زوينه. كل واحد وكيدير القياس، دائما كنقولها كل واحد كيدير القياس على شحال غادي يعمر الكبده. هنايا تقريبا راه انا حيت عندي ما عرفتش شحال، كل واحد يدير القياس ديالو. الحشوه الثانيه غادي نحتاجو فيها صدر تاع الدجاج مقطع هكا طريفات، غندير معاه فقط العطريه ولا التوابل ديال البسطيله د الحوت البيضاء. وهنا عندي شويه ديال الكروفيت مع الفرخ، غندير ليه غير شويه الزبده فاش يتسوطا وشويه الابزار والملح. بالنسبه لهذه هي عطريه ديال الحوت البيضاء، البسطيله د الحوت البيضاء كتكون هكا، كتباع عند المحلات اللي كيبيعوا التوابل. هنا عندي مربع ديال الفيرميسيل، شويه ديال لي شامبينيون نوار، غير شويه شويه، وحتى الشامبينيون هذا المعلب الا كان. صافي غادي نشحر هذاك الدجاج ديالي. بعد ما تشحر كيف ما شفتوا معايا ها هو الحوت ديالي حتى هو ايضا بعد ما تشحر في شويه الزويته، غير شويه زويته ولا زبيده، غادي نحيد له هذوك العظام ديالو اللي كيكونوا الوسط ونفرتت هذاك الحوت. بالنسبه للدجاج راه غادي نطحنو، ما غاديش نخليه هكاك. بالنسبه لهنا راني لي شامبينيون درت ليهم غير شويه ديال الزبيده ولا الزيت البلديه وشحرتهم هكا غير باش ما يبقاش فيهم الماء وصافي. هنا عندي الفيرميسيل، درت ليها صوص فيش صوص وصوص صوجا وشويه حتى هي ديال العطريه ديال بسطيله الحوت البيضاء وشحرتها حتى هي. بالنسبه للدجاج كيف ما شفتوا راه هو طحنته،
كيف كيولي حتى لهادو تا هما ماشي طحنتهم، غير هكا كندوزهم في 1 2 3 حتى يرققوا عوض ما نبقى نقطع. هذه حتى هي الفيرميسيل الصراحه حتى هي دوزتها في لاشوار هكا ولات. وغادي نجمع هاد المقادير وغنضيف ليهم واحد الصوص حاره. نتوما بغيتو تضيفوا الحار ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه نتوما احرار. بالنسبه لهنا عندي 5 البيضات مسلوقين، وضفت ليهم هنا 5 الفرماجات كيري و3 عاديين. غادي نخلط هاد المزيج وغندير من بعد واحد الحفنه ديال الموتزاريلا راني ما تسجلتهاش معكم. يعني واحد تقريبا واحد 4 معالق كبار محكوكين ديال الموتزاريلا. اذا هذه الحشوه ديالي الاولى ديال الحوت كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما مزجتها وضفت لها الحار. هذه الثانيه ديال الدجاج، كبده الدجاج والبصله الكراميليزي. وهذه الحشوه الثالثه ديال البيض والفرماج العادي والموتزاريلا، صراحه كيجيو هائلين. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي ديروا، راه كل واحد هنا بالنسبه للسيجار ديال الحوت راني قسمت الورقه على 3. غنعاود معاكم. شوف، قسمت الورقه على 3 صافي. كندير بحال هكا، كنجمع الجناب، كنلصق بشويه الماء وطحين اللي واضعاهم على جنب. صافي تنكمل الحشوه ديالي. هذا هو الشكل ديال طبيعه الحال راني فايتات قصت معكم. انا الفكره من هذا الفيديو ماشي كيفاش تعمري لي سيجار، ولا الفكره من هذا الفيديو بالدرجه الاولى هي الحشوات. صافي. بالنسبه للحشوه ديال الكبده راني درت الورقه قسمتها على 2 ودرتهم كبارين. انا كيعجبني انني درتهم كبار ما درتهمش صغار. اذا هادو هما البريوات لي سيجار ديالنا بالحشوات ب3. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. انا بالنسبه لي ما قليتهمش، ما قدمتهمش في نفس النهار، كنكونجليهم كيف ما شفتوا معايا. كندير بلاطو، كندير بلاستيكا، كنستفهم، كنفرق تاع الحوت على تاع الكبده على قبل ديك الريحه ديال الحوت. صافي. وكندخلهم المجمد كيتجمدوا، وكنديرهم في واحد السوبينه وكنولي عازلاهم بطبيعه الحال. الحوت بوحديتهم، الفرماج بوحديتهم، الكبده بوحديتها. واللي احتاجيتها راه كنجبدها كنقليها. ما كنقليها حتى كيقرب الوقت الفطور، ولا كيكون الزيت ساخن. تقريبا كنجبدها واحد 3 دقائق قبل ما نبدا نقلي. كنسخن الزيت ونقليهم. الشكل النهائي، ونتمنى ينالوا اعجابكم. وشكرا على المشاهدة.